في تجاوز حدود الرياضة، خطف شرطي مغربي الأضواء خلال مباراة الجزائر والسودان في بطولة كأس إفريقيا بعدما قام بتصرف غير متوقع تجاه العلم الجزائري وسط المدرجات. وبحسب ما أفادت به مصادر ميدانية، فقد طلب أحد المسؤولين الأمنيين من الجماهير الجزائرية إبعاد الأعلام التي كانت تغطي شعار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف التزاما بالتنظيمات المعتمدة داخل الملاعب. لكن ما حدث بعد ذلك كان كفيلا بإشعال مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب والجزائر، إذ اقترب أحد رجال الأمن المغاربة من أحد الأعلام الجزائرية وبادر بتقبيله أمام عدسات الكاميرا في خطوة رمزية حملت الكثير من الدلالات ورسائل الأخوة والاحترام. هذه اللقطة التي لم تستغرق سوى ثوان حظيت بإشادة واسعة من الجماهير، واعتبرت تصرفا راقيا عكس عمق الروابط الشعبية بين الشعبين، في وقت يحتاج فيه المشهد الرياضي العربي إلى مزيد من صور التلاحم والود